السلام عليكم. يتجه الدولي الجزائري المخضرم رياض محرز لمغادرة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي للانتقال إلى الدوري السعودي. وكشفت صحيفة دو سان البريطانية اليوم الخميس عن موافقة محرز على عرض جديد مغرٍ بالنادي الأهلي السعودي. كما أوضح ذات المصدر بأن مسؤولي النادي السعودي عرضوا على الدولي الجزائري راتب أسبوعي يفوق 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا. يذكر أن رياض محرز صاحب 32 سنة لازال مرتبطا مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد إلى غاية 2025. وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أخرى أن جناح مانشستر سيتي الدولي الجزائري رياض محرز تلقى عرضا ضخما من نادي الأهلي السعودي يصعب رفضه لينضم إلى كتيبة النجوم المنتقلين حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين. وكان محرز قد وقع عقدا جديدا مع سيتيزن الصيف الماضي ويكسب 8.5 مليون يورو في الموسم الواحد. في غضون ذلك وقع الأهلي مؤخرا مع إدواردو ماندي من تشيلسي، وكان الجزائري لاعبا أساسيا للسيتي منذ انتقاله لعام 2018، حيث خاض 236 مباراة مع النادي وسجل 78 هدف وصنع 59 هدف. وكان محرز لاعبا رئيسيا لفريق غوارديولا في الموسم الذي انتهى مؤخرا، حيث سجل 15 هدف وقدم 13 تمريرة حاسمة في 47 مباراة عبر المسابقات، حيث فاز فريق غوارديولا بالثلاثية التاريخية. وعلى الرغم من رغبة محرز بالانتقال إلى الأهلي السعودي، إلا أنه حريص على علاقته مع مانشستر سيتي في ظل عدم تقبل غوارديولا فكرة خسارة الرياض بجانب النجم البرتغالي سيلفا، الذي يلقى هو الآخر اهتماما من الهلال وبرشلونة وباريس سان جيرمان. وأكدت صحيفة فوت بيركاتو على أن محرز عرض عليه عقدا لمدة عامين وراتب قيمته 43 مليون جنيه استرليني بجانب بعض المكافآت من الأهلي. وحاليا أصبح مستقبل محرز معلقا في الهواء، لأن مانشستر سيتي لا يريد خسارته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن قد تكون الأسابيع القادمة حاسمة في هذه الصفقة. فكيف سيكون رد المدرب الجزائري جمال بلماضي، وكيف سيتعامل مع هذا الوضع الجديد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.